اللهم أذق من رحلوا إلى جوارك حلاوة الجنة وريح الجنة ونعيم الجنة يا رب العالمين. اللهم وسع على موتانا وموتى المسلمين قبورهم وكفر عنهم سيئاتهم وعاملهم برحمتك وعفوك يا رب العالمين. اللهم آنس وحشتهم واجعلهم من أهل حسناتك وأهل الجنة وجنات النعيم. فضلا وليس أمر قراءة الفاتحة على أمواتنا وأموات المسلمين، لأن أنا عندي حد عزيز اتوفى، الله يرحمه ويسامحه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أطباق النبي. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم رز بلبن بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وأقول لكم إزاي يطلع معاكم كريمي. هعمل معاكم جزء في الأطباق عادي وجزء في الفرن، بيبقى طعمه جميل جدا رز بلبن في الفرن. إن شاء الله الطريقة تعجبكم. نبتدي في الفيديو ونقول بسم الله. انا عندي هنا حاجات اساسيه وحاجات ممكن تستغني عنها. انا عندي هنا 2 كيلو ونص لبن، انا غليتهم قبلها بيوم وحطيتهم على رف التلاجة. كوبايه رز، كوبايه الرز دي اللي هي كوبايه الميه دي على 2 كيلو ونص لبن. عندي فانيليا وعندي نشا وسكر، طبعا دول اساسي. التانيين دول بقى مش اساسي، ممكن تستغني عنهم. عندي لبن بودر، عندي كريم شانتيه، وعندي مستكه. فصين المستكه بيتحطوا على الرز بلبن بيدوله طعم جميل جدا، بيغير طعمه خالص، بيوديه في مكان تاني. اول حاجه بقى هاخد الرز هغسله وهنقعه لمده ساعه او ساعتين، هيسرع عليك السلق. بعد كده رفعته على النار. كوبايه الرز حطيت عليها 3 كوبايات ميه بنفس الكوبايه على الرز بتاعي، ما يستوي خالص ويدوب معايا كده زي ما انتم شايفين، بيكون شرب الميه خالص. اهم حاجه من وقت للتاني هو يغلي غلوتين وتهدي على النار، ومن وقت للتاني تقلبي عشان ما يلزقش في الحله او يشيد بمعنى اصح. هنزل بعد كده بقى باللبن كده بسم الله. هخلي بس معايا حوالي نص كوبايه او كوبايه الا ربع. نقلته بقى على عين هاديه شويه، وهنا في الطاسه دي جبت معلقه سمنه حطيتها. هحمر جوز الهند لان ولادي اساسا مش بيحبوا جوز الهند، بس بصراحه كلوها لما حمرتها كده. هحط شويه جوز الهند، وهحط لها معلقه سكر كبيره، وهحط لها رشه فانيليا، ممكن برضو تستغني عن الفانيليا. في حاجات اساسي وفي حاجات اختياري، طبعا اللي بيحب جوز الهند هيستغنى عن الخطوه دي او ممكن يعملها. بتدي طعم جوز الهند طعم تاني خالص، وبتديله تسكيره وبتديله لون تاني. النار طبعا تبقى هاديه عشان جوز الهند ما تتحرقش منك. انا حطيت كده معلقه سكر كبيره، وحطيت رشه فانيليا صغيره كده زي ما انتم شايفين. ايدك فيها على طول لان جوز الهند بتلسع بسرعه. خلصت جوز الهند بقى، رجعت الرز بلبن على عين الكبيره تاني. اللبن غلي مع الرز غلوتين 3 كده. نزلت عليه بعد كده بالسكر. في البولة بقى دي حطيت اللبن البودر والكريم شانتيه 3 معالق و3 معالق او 4 زي ما تحب يعني. وهنزل عليهم بحبة اللبن اللي كنت شايلاهم، هدوبهم فيه كويس. هنزل بقى بيهم بسم الله. لو نزلت بيهم وهم بودر في الحلة هياخدوا وقت في التقليب او هيغلبوكي، مش هتعرفي تدوبيهم كويس، هيكتلوا. فالمفروض تدوبيهم في ميه ساقعه او حاجه ساقعه يعني. دي قشطه اللبن. انا استغنيت عن القشطه اللي طلعتها من الفريزر لان لقيت اللبن ما شاء الله اداني كميه قشطه حلوه. في نفس البوله ما غسلتهاش حطيت فيها 3 معالق نشا، ونزلت عليهم بربع كوبايه ميه. عايزه ميه يا دوبك تدوب النشا، مش عايزه ميه كتير. ربع كوبايه نص كوبايه على قد ما تاخد. النشا برضو مش هنزل بيه مره واحده، دول 3 معالق، انا ما خدتهمش كلهم، خدت تقريبا نصهم. دوبت النشا كويس. هبتدي انزل بقى بيه حبه حبه على الرز بلبن. مصفى طبعا عشان لو النشا فيه حاجه، ولو عشان النشا متكتل برضو. وبنزل حبه حبه زي ما انتم شايفين كده وبقلب. اهم حاجه تجيبي من الحله من تحت عشان ما تشيطش منك وما تلزقش. بقلب كده بقى زي ما انتم شايفين. هنزل بعد كده بشويه فانيليا. انا بنزلش بالفانيليا الا لما الرز بلبن بيبتدي يغلي زي ما انتم شايفين كده، وهيقلب او هيبتدي يطلع الفقاعات عشان ريحه الفانيليا ما تروحش. واول ما اتاكد ان الرز بلبن عمل الفقاعات دي كده انا طفيت عليه. هتعرفي ان الرز بلبن بتاعك يعني بقى كويس ومش تقيل قوي ومش خفيف برضو ازاي. على ظهر المعلقه او المغرفه او اي حاجه بتعملي بيها، بتعملي بصبعك كده. لو الفتحه دي ما لمتش على بعضها خلاص كده يبقى النشا بتاعك حلو مش خفيف. هبتدي بقى اغرفه كده بسم الله. زي ما انتم شايفين قوامه خفيف. انا مش عايزاه تقيل قوي لان الرز بلبن او اي حاجه فيها نشا او دقيق بتتقل معاكي بعد كده. فانت لو خليتيه اتقل من كده لما تيجي تاكليه هيبقى ماسك في بعضه قوي.
طبعا برضو البولة اللي بتعبي فيها او الكوباية او الطبق تمسحيها وهي سخنة كده من الحروف، عشان لو برد معاكي بيبقى غلس في التطليع بعد كده، يعني غلس انك تنضفيها بعد كده. انا مشغلة الفرن بتاعي بقى على الشواية، وهحط كام طاجن كده. طبعا الرز بلبن بتاعي مستوي خالص، فانا مش محتاجة الفرن، محتاجة الشواية بس عشان ياخد وش من فوق. هغرب بقى الطواجن كده بسم الله. الطواجن بخلي فيها حوالي عقلة او عقلة الا ربع كده فاضية، لان اللبن في الفرن هيغلي وهيفور، فهينزل منك يعني هيبهدل الدنيا. فحاولي تخلي حتة كبيرة كده في الطاجن فاضية، على اساس ان هو ما يغلي او يطلع لفوق ما يفورش منك ويبهدلك الفرن ويبهدلك الصينية اللي هتحطي عليها. طبعا اول باول بمسح الحروف كده زي ما انتم شايفين. انا حطيت الطواجن خدوا حوالي 3 4 دقايق في الفرن تقريبا، طلعتهم زي ما انتم شايفين كده. الطواجن من بره طبعا نظيفه، لان هو اللبن انت لو بصيتي في الفرن هتلاقيه عمل قشطه او عمل وش عالي كده، بس عشان الطواجن كان فيها مكان فاضي ما فرش مني الحمد لله، ما خرجش بره الطاجن. ما شاء الله الاتنين كيلو ونص لبن عملوا معايا حوالي 18 19 تقريبا طبق. في اطباق كبيره، الاطباق الكبيره دي طبعا بنوزعها. امي الله يرحمها ويسامحها كانت دايما متعوده لما تعمل اي حاجه حلوه تدي الجيران، يا ريت كلنا نبقى كده، لان اكيد الاكل كل الجيران بتعمل الاكل، انما الحاجات الحلوه فين وفين لما حد بيعمل حاجه. فدايما عودوا نفسكم كده، اكيد كل واحد ليه جاره او جارتين بيحبهم قوي. اي حاجه تعمليها كده طبق صغير مش هيفرق كتير معاكي يعني، او مش هتحسي ان حاجه نقصت. بالعكس يعني بيخش عليكي بخير اكتر. هبتدي بقى احط جوز الهند، احط مكسرات حسب ما كل واحد بيحب. انا طبعا مش هحط مكسرات لينا خالص، لان محدش عندي بيحب المكسرات على الحاجه الحلوه. هكتفي بشويه جوز الهند من اللي انا حمرتهم كده وخلاص. هتحطي بقى جوز الهند او هتحطي المكسرات بالطريقه اللي تحبيها والطريقه اللي تعرفي تعمليها او اللي انت عايزاها. ممكن ما تحطيش حاجه خالص وتخليها في طبق ولا حاجه، ولما تيجوا تاكلوا كل واحد ياخد زي ما هو عايز. وده الرز بلبن بعد ما حطيت عليه الزبيب وجوز الهند مكسرات. وفي سايباه ساده خالص عشان في عندي برضو ناس ما بتحبش اي حاجه عليه خالص. طريقه طبعا سهله وبسيطه. انا عايزه اقول لكم انا كنت جايبه الكوبايه اللي قد البولات دي ب10 جنيه، ما فيهاش معلقتين 3 بصراحه. فشوفي ما شاء الله انا عملت الكميه دي كلها من 2 كيلو ونص رز، 2 كيلو ونص لبن قصدي. ودي الطواجن اللي عملتها. انا حطيتهم في التلاجة، ده قوامه كده وهو كان في التلاجة على فكرة، يعني ده تاني يوم. قوامه برضو كريمي وما تقلش معايا خالص، لان انا مش مكتره في النشا. انا خدت كده حطيت على 2 كيلو ونص حوالي معلقه ونص او معلقتين نشا، انا مخلصتش 3 معالق نشا على فكره. زي ما انتم شايفين كده القوام كريمي. حتى لما يقعد معاكي في التلاجة يومين 3 هيفضل القوام بتاعه كده مش هيتقل معاكي. طريقه سهله وبسيطه، واتمنى ان شاء الله ان طريقتي فالرز بلبن تكون عجبتكم وبألف هنا.